الحكايه دي من دماغك خالص يا حافظ. عايزين تبيعوا بيت الجماميز بيعوه، لكن البيت ده لا، ده بيت الحاج رضوان، بيت العيله، ده لا يمكن ينباع ولا تتقفل ابوابه ابدا. يعني ايه يا احسان؟ عايزه تمشي كلامك علينا ولا ايه؟ اللي عايز يبيع نصيبه يبقى هو حر، لكن انا عن نفسي مش هبيع ولا شوقي ولا موحيد. اتكلمي عن نفسك بس يا اختي. الله، هو انت مش بتكلمني انا ولا معانا حد هنا تاني وانا مش واخده بالي؟ اه صحيح. امال فين مرات شوقي واولاده؟ ليه؟ وحشينا؟ انت مالك بقيتي نزله وملابسك بايخه كده؟ ها الله يسامحك. جرايه يا جماعه، جرايه ده انتوا اخوات وتقدروا تتفاهموا مع بعض بالراحه. كل مراتك يا اخويا عامله رباطيه مع شوقي ومرات ابوها. متهيألك يا حافظ المساله ما توصلش. لا بقى، توصل وتوصل وتوصل. امال عايزنا نحمي نفسنا منك ازاي؟ وانت لو طلت تبيعنا هدومنا هتعملها يا حافظ. لا بقى دي قله ادب، انت مش متربيه. اخرس قطع لسانك، اللي رباك هو اللي رباني. ادبي يا احسان وخلي ليلتك تعدي على خير. انا مش عايزاها تعدي على خير يا حافظ، وما اشوف هتعمل لي ايه. جرايه استحسان، جرايه استحافظ ده انتوا اخوات. يا اخي انت كمان فلقتني اخوات اخوات. يا دي اخلاق اخوات، دي معامله اخوات لبعضيهم. عايزنا نعاملك ازاي يا ابو سمير؟ ها؟ عايز تلطشنا كده على عينك ونسكت لك ما نتكلمش؟ مش كفايه ال 5000 جنيه الا لطشتهم من دولاب ابوك يوم ما مات، وجدته لسه على السرير لسه ما بردتش. ما يصحش كده، ما يصحش كده ابدا يا استحسان، ده انتوا اخوات. ينفع يا اخي كده كانت خوه تلف على ظهرك انت التاني؟ سكت ليه يا حافظ؟ كلامك ما يتردش عليه بكلام يا بنت الحاج رضوان، كلامك يترد عليه بالفعل. اوعى اوعى مسكتي. انا لازم اوقفكم. الحقيقه من بخور يا سعديه. ايه يا جماعه، حد يفهمني.